يا دكتور ماجد، ليه بنحافظ على اسناننا مادام كده كده يطلع لنا غيرها؟ بنحافظ على الأسنان اللبنية يا دليلة يا حبيبتي عشان 3 أسباب مهمة جدا. ركزي بقى عشان هقول لك عليهم، وأهم حاجة السبب الأخراني. السبب الأولاني الأطفال اللي أسنانهم بتسوس وبتبوظ بسرعة، ما بيعرفوش ياكلوا عليها، ما بيعرفوش يمضغوا الأكل كويس، وده بيسبب لهم مشاكل في النمو وبيسبب لهم مشاكل في الهضم بتاع الأكل. وعشان كده احنا الأسنان اللبنية بنحافظ عليها عشان نعرف ناكل كويس، عشان ننمو، لأن احنا في مرحلة مهمة جدا للنمو. الحاجة التانية إن ممكن يحصل لهم ألم، والألم دوت هيأثر عليكي إن أنت مش هتعرفي تاكلي كويس. وممكن كمان يحصل خراج من غير ألم ولا أي حاجة، والخراج ده يعني صليب بياكل في العظم بتاع الفك، يأثر على السنة اللي طالعة جديد. السبب التاني الأسنان الأمامية بالذات لما بتتكسر وبتعمل لونها أسود بيبقى شكلها مش حلو. الأطفال الحلوين ما بتعرفش إنها تضحك كويس، وبيتأثروا نفسيا قصاد أصحابهم، وبيحسوا إن هم مختلفين عن أصحابهم خصوصا في المدرسة. السبب الثالث بقى إن الأسنان اللبنية بتبقى موجودة ومدفون تحتيها الأسنان الدايمة اللي بتطلع. لما احنا نخسر الأسنان اللبنية دي بدري عن ميعادها، الأسنان الدايمة بتطول، ما بتعرفش تلاقي المكان اللي تطلع فيه بشكل صحيح. ممكن الفراغات مكان السنان اللبنية دي تتقفل، يجي السن الجديد طالع ما يلاقيلوش مكان، بعد كده نضطر إن احنا نعمل تقويم في المستقبل. عشان كده السنان اللبنية دي بتقوم بدور الجنود اللي بتحمي المكان، تحرس المكان اللي يطلع فيه السنان الدايمة. عندكم أي أسئلة اسألوها لي زي ما دليلة بعتت لي السؤال كده، وهجاوبكم على طول في أي وقت.